السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهارده رابع يوم رمضان. يا ربنا يجعله كده باليمن والخير والبركات علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، دورة الفراخ بتاعتنا البلدي دورة زي العسل، دورة زي الهنا. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب إن شاء الله بإذن الله. وكنت جايبة معاهم 10 أبيض كده. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، احنا بقالنا 3 4 ايام قافلين عليهم وكانين عليهم من الشتاء والسقعه اللي كانت فاتت ده اهي، وكان متكتم عليهم. النهارده بسم الله ما شاء الله الجو زي العسل والشمس طالعه زي ما انتم شايفين كده معايا اهي. بسم الله ما شاء الله، والسما صافيه كده جميله. قلت افتح لهم بقى النهارده كده وهوهم كده من الكتمه اللي كانوا فيها بقالهم كام يوم، والشمس تدخل لهم كده. فتحت البوكس عليهم اهو زي ما انتم شايفين، والبوكسه بسم الله ما شاء الله الشمس داخله لها، الباب مدخل يعني في قلب البوكسه من جوه شمس زي ما انتم شايفين كده. الفراخ بتاعتنا مبسوطه لان بقى لها كام يوم زي ما انا قلت لكم حبساهم وقافله عليهم من السقعه ومن الشتاء. بصراحه الطيور بتاعتي بالذات ما بتحبش القفل. اي طيور الشمس والمكان اللي مفتوح عليهم بيبقى افضل بكتير من المكان المقفول عليه. بس دي حاجه مش بايدنا بقى. انتم شايفين اليومين اللي فاتوا كانوا يعني شتاء وسقعه وكده، فكان ممكن الطيور لا قدر الله تتعب مننا ولا حاجه. النهارده بقى استغلنا اليوم اهو الشمس، شايفين الفرخه جايه تقف في الشمس اهي. دي استغلنا بقى النهارده حبايب قلبي الشمس كده والجو الجميل ده. فتحنا عليهم ليه؟ تطهر تحتهم، تنشف تحتهم. الفرخ بتاعنا بسم الله ما شاء الله جسمه كده ياخد كالسيوم ويبقى مبسوط من شويه الشمس ده اهو. زي ما انا قلت لكم الساعه لو ساعه واحده وطلع فيها شمس تستغليها وتروحي كده جري على الطيور بتاعتك، تفتحي عليهم ينشف تحتهم وتعقمي تحتهم كده وتظبطي تحتهم، والشمس تدخل كده تنشف تحتهم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله شويه فراخ زي الهنا وزي العسل عموما. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. النهارده حبايب قلبي انا غيرت لهم العلف. انا كنت قايله لكم انا هقعد معاهم العلف اللي هو السمسم الناعم شويه جد لان في بروتينات جامده. فبسم الله ما شاء الله لقيت الفرخ بتاعنا زي ما انا قلت لكم كده وانتم شايفين معايا الفراخ كبرت معانا، فما عادش العلف الناعم دي بيملى الحصاوه بتاعتهم كده. جبت لهم هنا خشن اهوت، مش هقول لكم وسط، جبت لهم يعني بصراحه خشن. جربته امبارح لقيتهم بياكلوه بسم الله ما شاء الله. الفرخ معانا جاهز اهو، تمسكوه الحصاوه بتاعته بسم الله ما شاء الله. الحصاوه بتاعته ملانه وزي العسل. ليه؟ لان الفرخ بتاعنا كبر، فالعلف الخشن بقى او العلف اللي هو التسمين يبقى ماشي معاه حلو الوقت. منه يكبر الفرخ معاكي، ومنه اصلا الفرخ عم بيعرف ياكل وكده. وزي ما انتم شايفين الفراخ البيضه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله برضو كلت منه اهي النهارده اهي. الحصوه بتاعتهم ملانه اهي. انا جربت قلت لو عرفوا ياكلوه ما بعترهوش يعني على قد كيلي هحطه، ما كانش احط لهم وسط. بسم الله ما شاء الله جيت جربته من العلف اللي هو الخشن تحت بتاع الفراخ الكبير. بسم الله ما شاء الله لقيتهم كلوا والحصوه بتاعتهم اتملت بسم الله ما شاء الله وشبعوا على طول. الناعم كانوا بيقعدوا ياكلوا منه على طول، بس كنت احس ان هم مش شبعانين او الحصوه بتاعتهم مش ملانه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده معانا حبايب قلبي كل الفراخ معانا اهي. الحصوه بتاعتهم اتملت زي ما انتم شايفين، جايز تلاحظوا بسم الله ما شاء الله اهو. دي العلف الخشن حتى الفراخ الصغيره اللي هي البلدي اهي. شايفين يا جماعه اهي الحصوه بتاعتهم ملانه اهي. فانا قلت اجرب كده وبسم الله ما شاء الله لقيته ماشي معاهم كده. زي ما انا قلت لك المصدر اللي انت تجيبي منه الطيور بتاعتك لما تكون مظبوط ومصدر موثوق منه بسم الله ما شاء الله الفرخ معاكي او الطيور مهما يكون بقى بط اي حاجه من حته كويسه بتلاقيها ماشيه معاك وبسم الله ما شاء الله بتساعدك يعني في التربيه. فالمكان ده على طول بصراحه انا بجيب منه. ربنا يبارك يا رب لاصحابه كده. بيجيبوا فراخ ممتازه وبط ممتاز الصراحه. ما بيتعبش الواحد في التربيه لان زي ما انا قلت لك اساس الفراخ بتاعتك هو النوعيه بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتحب النعكشه. انا حاطه لهم النهارده النشاره اللي انا منشفاها. زي ما انا قلت لكم برده الواحد ممكن ما عندوش استطاعه اللي هو يشتري نشاره على طول او يكون عندوش تبن ولا حاجه. النشاره اللي باخدها من تحتهم بنشفها وبحطها. لسه حاطه لهم اهي ناشفه بس اهم حاجه تكون من تحتهم هم مش من تحت اي طيور تاني. جيت برده حبايب قلبي حطيت لهم السقايه غسلتها ونضفتها وملكتها لهم اهي، وحطيت لهم شويه نشاره ناشفين هم وفتحت لهم الباب. زي ما انتم شايفين الشمس بسم الله ما شاء الله جميله. شايفين الحمام برده اهو. كان اليومين اللي فاتوا برضو الشتاء مغرقهم وكانوا برضو مش متظبطين. زي ما انتم شايفين كده الشمس بسم الله ما شاء الله والسما صافيه وجميله زرقاء وجميله هي صافيه خالص اهي. فالواحد يستغل بقى شويه الشمس ده هم ويفتح على طول ويقعد قصادهم كده. ربنا يبارك يا رب لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، وبيوتنا تفضل عمرانه بالخير يا رب. زي ما انا قلت لك الطيور ديت خير في البيت. مهما يكون العلف غالي او الحاجه غاليه هي بتطلع زي مصاريف، بس خير عندك في البيت موجود في اي وقت تلاقيه. جايز مزنوقه يوم لا قدر الله ما معكش كده، يعني هي بتحصل ظروف يوم معانا يوم ما معناش، فالحاجه في البيت ده هي بتساعد.
هتبيعي حاجة تفرج عليك منها، تذبحي حاجة كده. فربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب إن شاء الله بإذن الله. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. زي ما انا قلت لكم يا حبايب قلبي، الدعاء لامواتنا واموات المسلمين في اليومين المفترجين دول شهر رمضان. هي دي الحاجه اللي في ايدنا نعملها لهم، ودي الحاجه اللي هم مستنيينها مننا. فربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين يا رب. يا رب ترحموا بيوم وامواتنا واموات المسلمين يا رب. اللهم عافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد حسناتهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا ارحم الراحمين يا رب. ترحموا بيوم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. تجعل رمضانهم كده في الجنه، وتجعل قبورهم روضه من رياض الجنه يا رب. امواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش. ربنا يتقبل مننا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وقراءتنا في القران. زي ما انا قلت لكم كل فيديو هقوله لكم يا حبايب قلبي، ما تنسوش قراءه القران الكريم في الايام دي. ما تتلبخوش في المسلسلات بتيجي بعد رمضان بتتعاد وبتيجي مليون نوبه. ما انا شهر رمضان شهر واحد في السنه، والحسنه فيه ب10 امثالها، وقراءه القران والحاجات دي ما بتتعوضش في الشهر الكريم ده يا حبايب قلبي. شهر القران هو معروف بشهر القران، فما تلبخوش نفسكم في حاجات يعني مش هتستفادوا منها، وكل حاجه بتتعوض خلال الشهر ده. فربنا يكرمنا ويكرمكم ويتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الاعمال. قراءه القران يا حبايب قلبي. فراخ الشمس داخله لهم بقى، هو بسم الله ما شاء الله. لما هم بقى كده ومبسوطين في الشمس، طول ما انا فاضيه يعني ايه هفضل قاعده قصادهم بقى. الشمس جميله والحكايه حلوه اهيت، واحنا قاعدين بقى في الشمس معاهم زي العسل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. النهارده رابع يوم، يعني رمضان جاي بيجري كده. اليوم اللي بعد والله الواحد بيزعل، يعني هو شهر كده ما بيتعوضش. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. خلاص كده بدل انا جربت العلف الخشن، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفراخ شبعت منه وملت الحصاوه بتاعتهم. هفضل بقى ان شاء الله باذن الله معاهم على طول ان شاء الله باذن الله. شايفين يا جماعه الديك الفصيح بتاعنا؟ انا دايما كل دوره كده بجيبها بيبقى لي حاجه كده، يعني ديك فصيح كده بيجيلي في وسط الدوره. فهو ده الديك الفصيح بتاعنا الابيض ده انا ساعه ما باجي افتح الباب عليهم اعلفهم بيبقوا عاملين لي شكل حزوقه كده، ويطلع بقى يصيح بقى. بس هو الوقت اعمل مؤدب على رأي اللي بيقولوها، الديك الفصيح في البيضة بيصير. دايما اي دورة كده بيقولي ايه ديك كده حرش كده. بسم الله ما شاء الله بطريقة الدورة دي جايه لي ديوك اهي. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. بس هو ده الله وكيل، يعني هو اللي ايه يعني معروف فيهم شوية، او هو ده اللي مبين نفسه شوية. زي ما انتم شايفين كلوا كلهم وناموا اهو. ربنا يبارك يا رب لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، ويجعل ايامنا كلها هنا وخير وبيوتنا ملانة وعمرانة يا رب. كده يا حبايب قلبي الروتين بتاعي معاكم النهارده. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم، ومكنتش بتقل عليكم، تكونوا بتستفادوا منها اي حاجه. وزي ما انا قلت لكم القناه بتاعتي دي انا فاتحاها لتسهيل تربيه الطيور. من اول يوم انا ببتدي معاكم اي دوره، من اول يوم بجيبها لغايه ما بنذبح او لغايه ما بنبيع. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب مع بعض، وتفضل القناه بتاعتي مفتوحه بحسكم يا رب كده ان شاء الله باذن الله، وتزداد اكتر واكتر وتكبر اكتر واكتر، وتشوفوا كل جديد عليها ان شاء الله باذن الله. وما تستصعبوش اي حاجه في تربيه الطيور. اسهل طريقه واسهل حاجه لو انتوا عايزين اي نوع تربيه طيور، افتحوا على قناه احلى يوميات مع ام كريم. هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه: تربيه رومه، تربيه وز، تربيه بط، تربيه فراخ بلدي، فراخ بيضه، فراخ ساسو، كل جميع انواع الطيور يا حبايب قلبي هتلاقوا على القناه بتاعتي دي. اطلبوا بس الطلب اللي انتوا عايزينه او النوع اللي انتوا عايزين تربوه، واكتبوا احلى يوميات مع ام كريم، هينزل لكم على طول الفيديو اللي انا منزلاه بخصوص اي تربيه طيور من اللي انتوا عايزينه. ودي كان الروتين بتاعي معاكم يا حبايب قلبي النهارده، ودي كان يوم معاكم النهارده. ربنا يجعل يومكم زي العسل وزي القشطه، ويجعل ايامكم كلها هنا وخير وسعاده، وتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال يا رب. واجعلوا شهر الخير واليمن والبركات علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين. وادخل الهنا والسرور والسعد والهنا علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين. وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب. فدي كانت الفيديو بتاعي معاكم النهارده، ودي كان يوم معاكم النهارده. انتظروا منه الفيديو بتاع بكره ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.